صحيت الصبح وقررت اعمل تنظيفة العيد اللي هي بعد العيد. ودي التنظيفة اللي انا وعدت بيها نفسي ووعدتكم معايا اني هعملها بعد العيد، بس لقيت نفسي جعان. وزي ما انتم متعودين عارفين طبعا ان انا رايح عند اختي اشوف عاملة غدا ايه. الفكرة اني لقيت الجو مغيم وحش جدا. انا ما بحبش الجو المغيم ده، بيبقى وحش جدا، بس مش مشكلة عندنا الجو يبقى مغيم ووحش. المهم ان شعري شكله حلو. يبقى فكروني اقول لكم على السيرم الجديد اللي انا استخدمته. المهم رحت عند اختي علشان اشوف عامله اكل ايه. الفكره بقى ان ريحه الاكل اصلا واصله لبره، فقلت اشوف اختي بتعمل ايه. لقيتها بتعمل النهارده باستا وعامله كده صوص خطير، ريحته حلوه قوي قوي قوي. بس يا ريت حلاوه الاكل وريحه الاكل ما تنسيكمش ان شعري النهارده شكله حلو. اصلا امبارح يا جماعه غسلت شعري، فحاسس ان انا بدخلكم في تفاصيل حياتي بزياده، بس الشعر الجميل ده هيتلم علشان ميعاد الاكل. شوف كده الباستا جاهزة ولا على دنتي؟ والله حلوه جاهزه، وقفيها بسرعه. تعالي. سوري. الخناقه دي كلها علشان اخدت الكرسي بتاع اليني. انا مش فاهم مع اني انا ضيف يعني. المهم اختي طلبت من ايه ده، الصينيه الحله الراقصه. المهم اختي طلبت مني اقلب الباستا، فانا ضيف وبقلب الباستا واتشد شعري الجميل. الفكره بقى ان برضو تقليب الباستا ما عجبهاش، انا مش فاهم ليه يعني. قالت لي انت مش عارف تقلب الباستا، فهي جت تقلبها بنفسها. كده كده. هو انا مش فاهم ايه اللي بيحصل، بس باين كده ان اسلام بيعلم اليني رقصه معينه، يا اليني هي اللي بتعلمه حاجه معينه. المهم يعني فقره السحر دي تخلص علشان عايز اكل. طب والله حكايتي. بنتي محترمه، هي بنتي محترمه. لا لا انها تضع الاكل. ودلوقتي بقى جه ميعاد ندوق الباستا اللي سمية عاملاها. يا جماعه الباستا اللي هي عاملاها تحفه، بس المشكله ان هي كانت سخنه جدا، نار. بس مش مشكله، هنتحمل السخونيه وهناكلها لان هي فعلا خطيره. الباستا اسمها بوتانيسكا، دي باستا ايطالي، والكلمه دي بصراحه كلمه عيب قوي في اليونان. الفيديو والله يقولوا الحقيقة عشان عايزة اعرف. نعمل كده طلع كل السخونيه اللي فيها. لا هو اسلام لحد ما يدوح هنكون احنا اوريدي خلصنا الاكل. حلوه قوي. حلوة صح؟ مختلفة؟ جميله. بيبقى الباستا عبارة عن أنشوجة وزيتون وسبايسي كده حراق وطماطم. عامة بيبقى طعمها حلو قوي. هبقى في مرة أصورها لما تيجي تعملها تاني. وزي ما واضح إن أنا خلصت الطبق كله، برافو عليا. تسلم ايدك. وبالحلو هنحلي، وبعد الأكل قررنا ناكل بقية التورتة اللي اتفضلت امبارح، علشان امبارح لو انتم متابعين وعارفين كان عيد ميلاد عاشور. استنوا اوريكم حتة من العيد ميلاد. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday to عوشة. Happy birthday to you. والله cha, cha. بوظتوا لي العيد. يلا يلا حالا بينا نحيي ابو الفساد. هيكون عيد ميلاده الليلة اسعد الاعياد. يا ابو الفساد. المهم يعني دي بقى التورته بتاعت العيد ميلاد. وعايز اقول لكم بجد والله العظيم دي احلى تورته اكلتها في حياتي، لانها عباره عن موس شوكولاته. ايه ده، الشمس طلعت، الشمس طلعت. نرجع تاني للتورته. التورته عباره عن موس شوكولاته، بس الموس بتاع الشوكولاته غني كده، وفي نفس الوقت مش مسكر قوي، فاهمين قصدي. وفي بقى كريز، طبقه الكريز دي مخليه الموضوع إيه عامله توازن. وفي نفس الوقت بقى طبقة رفيعة جدا جدا كيكة في الآخر. ودي اللي هي الشري اللي هو الكريز، طعمها خطير. يلا باي باي.
مش عارف ليه بس حاسس ان النهارده يوم مش مناسب للتنظيف، يعني النهارده يوم مناسب للاستمتاع بالجو. بس في نفس الوقت انا حسيت ان زيزي عايزه تقول لي يلا بقى نظف البيت المعفن ده، بس يعني مع ان هي والله هي اللي مكركباه، يعني انا وهي بصراحه. واختي قالت لي يا ابني ما احنا عندنا مكنسه بالكهرباء، خش طلعها من المخزن واشتغل بيها، ماما دايما بتستعملها. الفكره اني بجد مش عارف ازاي اصلا استعملها ولا ازاي اركبها. واصلا ليه اصلا ماما فكاها؟ ما كانت متخليها متركبه وخلاص، يعني مش يعني ما محطوطه في المخزن. ثانيه واحده بس بحاول اجرب اشوف هي كده اتركبت صح ولا لا، بس انا حاسس في حاجه غلط. فقلت ابتدي بالحته بتاعت زيزي. فالاول نشيل اللي هو هنقول ده نسميه بيت زيزي ومخدة زيزي واكل وشرب زيزي، ولا مؤاخذه هنشيل قصريه زيزي. ايه ده؟ اللعبه بتاعت زيزي دخلت في القصريه. المشكله دلوقتي ان انا ركبتها غلط ومش عارف اصلا ازاي بتتركب او ازاي. انا مش عارف، انا امي علمتني حاجات كتير جت على الحاجات دي ونسيت تعلمها لي. فقلت مش مشكله، انا هشيلها واستخدم الخرطوم عادي، كده كده هيشفط فيشفط بقى الخرطوم وخلاص. بس انا دلوقتي اكتشفت مشكله تانية اكبر من اللي احنا كنت فاكرها، ان الحيطه شربت ميه من الشتاء. ودلوقتي بقى عندنا مشكله تالتة خالص غير النظافه. دلوقتي بقى انا زهقت واكتشفت بقى حاجه مهمه جدا، ان بجد الاختراع ده ملوش اي لازمه. وانا بصراحه مش عارف ليه انا بعاند نفسي، ما بجد اجيب اي حد ينظف البيت. كل شويه بقعد اعاند نفسي واقول لا انا اللي هنظف بنفسي علشان احس بايه، يعني ان شاء الله عني ما حسيت بقيمه حاجه. حتى البت زيزي يعني بصوا هتحسوا ان هي مستغرباني، يعني بصوا. حاضر ههدى يا زيزي حبيبتي، انا عارف ان انتي مستغربه بس انا عندي حق. آه كفايه بقى تنظيف النهارده، كفايه. حلو قوي الحته اللي عملناها دي كده كفايه. وتعالي احنا ايوه شكرا شكرا والله العظيم، هي الوحيده اللي مهونه عليا، اللي بتطبطب عليا وبتشجعني، وعلشان كده انا بحب البت دي والله. شكرا يا زيزي، ميرسي، كفايه بقى بوس، باي باي. شكرا يا جماعه، اتمنى انا هجيب حد ينظف البيت، فكوكوا بقى من تنظيف العيد بعد العيد، لا خلاص احنا نجيب حد ينظف وخلاص. شكرا، باي باي، مع السلامه.